السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا باشمهندسين. عاملين ايه؟ النهاردة عندنا درس جديد، ازاي ترسم اشكال هندسية على المستوى الاحداثي. مستوى احداثي يعني لازم نعمل زائد ونعمل محور اكس والمحور واي. علشان كده هوقف الفيديو لحد ما نرسم المستوى الاحداثي ونرجع تاني نشتغل مع بعض. رجعنا لكم بعد ما رسمنا المستوى الاحداثي، وتعالى نحدد النقاط. كل شغلنا مع النقاط مش مع الشكل. وانت مجرد ان انت ترسم النقاط وتوصلها يطلع الشكل زي ما هو عايز، مش انا اللي عايز. يعني يلا نبتدي مثلا في اول مثال بيقول لي 0 و1، فانا هجيب القلم بتاعي وابتدي من اول 0 واطلع لحد كام؟ لحد 1. ادي 0 اهو، واطلع لحد 1. ادي النقطة ايه كده، واسميها النقطة ايه. النقطة التانية بي 3 وسالب 3، 3 موجب وسالب 3، يعني هنزل لتحت لحد هنا لحد سالب 3 واسميها النقطة بي. النقطة سي سالب 2 وسالب 3، سالب 2 اهي وسالب 3، يعني هنزل لحد هنا كده واسميها النقطة سي. اسم الشكل مش هيبان طبعا غير لما اوصل الاول النقاط بتاعتي. يعني اوصل النقطة دي بدي النقطة دي كده، والنقطة دي بالنقطة دي كده، والنقطة دي بالنقطة دي كده. واضح طبعا؟ طالما هو 3 نقاط اكيد هيطلع ايه؟ يعني مثلث. يبقى احنا كده اخدنا مثال طلع من الشكل بتاعنا هو شكل مثلث. مثال كمان، احنا هناخد المثال، اخدنا ده وهناخد المثال ده. ازاي ترسم المستوى الاحداثي، او ازاي تمثل نقاط على المستوى الاحداثي، او ازاي ترسم شكل هندسي على المستوى الاحداثي. ده اللي احنا هناخده دلوقتي. برضه هنوقف الفيديو لغاية ما نرسم المستوى الاحداثي ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني علشان نقدر نمثل النقاط على المستوى الإحداثي ونرسم الشكل بتاعنا. النقطة A هي 2 و3، 2 موجب و3 الموجب، يعني بطلع لحد هنا واسميها النقطة A. النقطة B 4 وسالب 2، 4 موجب وسالب 2، احنا قلنا هتطلع هتنزل، بس سالب 2 معناها انك هتنزل لحد هنا واسميها النقطة B. بعد كده النقطة C هي 3 وسالب 2، أو سالب 3 وسالب 2، سالب 3 اللي هي دي وسالب 2 هنزل لحد هنا واسميها C. النقطة دي سالب 3 و1، سالب 1 و3 آسف، سالب 1 واطلع لحد 3 موجب، يبقى النقطة هنا بالظبط اسمها دي. طبعا عشان تعرف الشكل اللي لازم توصله. واضح ان الشكل ده مش هيطلع مربع ولا مستطيل، امال يطلع شكله ايه؟ هتشوفه دلوقتي حضرتك بنفسك وتحدد الشكل ده هو شكل ايه. واضح ان الشكل ده اسمه ايوه شبه منحرف. طب ممكن يطلع مربع او مستطيل يا مستر؟ طبعا ممكن. طب ما تيجي ناخد مثال تاني، ناخد مثال كمان ونرسم المستوى الاحداثي في المثال ده وبعدين نرجع لكم مرة تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما رسمنا المستوى الإحداثي، ويلا نمثل النقاط. النقطة A هي سالب 1 أهو الخط النايم، وواحد موجب، يبقى النقطة هنا كده نعملها بالخط باللون الأحمر وأسميها A. النقطة B 4 موجب وواحد موجب، 4 موجب وواحد، يعني نطلع لحد هنا ونسميها النقطة B. نقطة C 4 موجب وسالب 2، 4 وهنزل تحت لحد سالب 2 واسميها C. النقطة دي سالب 1 وسالب 2، يبقى سالب 1 وانزل لحد سالب 2 واحط النقطة دي. طيب تعالى نوصل ونشوف الشكل اللي قدامنا هيطلع ايه. وصل ده بده، وهوصل ده بده، ووصل النقطة دي بالنقطة دي، والنقطة دي بالنقطة دي. واضح طبعا ان الاطوال مش قد بعضها، يبقى في اتنين قصيرين قصاد بعض قد بعض واتنين طوال قصاد بعض قد بعض، يبقى الاسم ده اسمه واضح لو اي طالب صغنون هيعرفه، تلميذ صغنطوط هيقول لك ان ده شكل اسمه مستطيل. بكده احنا خلصنا ازاي ترسم اشكال هندسية على المستوى الاحداثي. على وعد ان كان في عمر ان شاء الله نكمل منهجنا السنة دي. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.